هقول لك على خدعة قوية ازاي تهرب من مان تو مان اللي هي المراقبة اللصيقة وبكل سهولة. وفي الأول أنا هعمل لك مفاجأة قوية جدا في البايو وشوف بنفسك. خدعتنا النهاردة هعلمك ازاي تقدر تهرب من المان تو مان. طبعا الناس اللي بتلعب على عرضيات يهمها ان اللاعب اللي بترفع بيه ما يكونش ممسوك من أي لاعب من الخصم، فهعلمك ازاي تهرب من المان تو مان وبكل سهولة. كل اللي عليك ما تنساش اللايك وتكتب لي كومنت عاوز الخدعة اللي جاية تكون في ايه، وتعالوا دلوقتي هوريك ازاي تهرب من المان تو مان. بص، اول ما بتدخل في اي مباراة فبيجي لك عداد بيعد كده، تستنى الخصم اول ما يدوس ريدي انت تكون حاطط اللاعب اللي بترفع بيه بره في الاحتياطي وتقوم منزله بعد ما اللاعب يعمل ريدي وتدوس ستارت على طول. ليه بقى؟ عشان اكيد الخصم عمل مان تو مان للاعب اللي موجود في الخطة قبل ما تعمل تبديل، فانت كده بتهرب من خاصية المان تو مان. اللاعب اللي هينزل جديد مش هيكون ممسوك وتقدر ترفع بيه. جرب الطريقة دي.